فرحة بتقولي سلم عليها. بس ايدي سيبي ايدي. مستنية فرح، رايحين فتح الله، رايحين نعمل شوبينج بتاع الأسبوع. لا، بتاع الأسبوعين، كل أسبوعين تقريبا أو كل شهر، والله ما فاكرة آخر مرة كنت لك يلا يا فروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني قوي قوي قوي. قلت الفيديو اللي هرجع بيه يكون بقى مشتريات عشان انتوا بتحبوه. فهنعمل النهارده جولة في السوبر ماركت، هنروح نشتري حاجات وبعدين هنرجع البيت نفتح الحاجات واوريكم انا اشتريت ايه. ويلا بينا نبتدي الفيديو. قبل ما نبتدي ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وكمان اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وروحوا بقى شوفوا اللايف بتاع النهارده اللي انا نزلته او عملته الصبح على القناه الكبيره. يلا بينا. احنا يا جماعه دلوقتي في شارع البحر اللي هو شارع الجمهوريه، رايحين على السوبر ماركت المفضل عندي اللي هو فتح الله. والنهارده الجمعه وكانت الساعه تقريبا 10 او 10 ونص. شايفين الجو رايق وهادي والجو جميل والشوارع فاضيه. انتوا عارفين بقى النهارده الجمعه والدنيا اجازه والجو رايق خالص. فانا بحب انزل بالنهار ما يكونش زحمه وتكون الشوارع فاضيه، واعرف الف شويه في السوبر ماركت وما يكونش فيه ناس كتير عشان اعرف ايه الحاجه اللي انا عايزاها. وتعالوا بقى نشوف احنا اشترينا ايه النهارده، ونشوف مغامراتي انا وفروحه والحاجات اللي احنا اشتريناها. يلا بينا. احنا في فتح الله، احنا في فتح الله يا جماعه، وطالعين فوق عشان نجيب ترولي لان احنا طلعنا من غير ترولي. فرح بتلففني. احنا طالعين فوق يا جماعه نلاقي ترولي اهو. احنا كنا في الدور الاولاني وبعدين ما كانش معانا ترولي، ما لقيناش ترولي خالص في الدور. فقلت لفرح تعالي نطلع نجيب حاجاتنا الغذائيه من فوق لان دايما بيكون زحمه وبيتزحم كل لما الوقت بيتاخر او بيعدي. فقلت لها نجيب حاجاتنا بتاعه الاكل وكده وننزل الدور التحتاني. فاحنا جبنا بقى ترولي واخدناه الحمد لله ورحنا بقى نشتري الحاجات بتاعتنا. فرح رايحه ترجع السله الباسكت وسابت لي دي عشان ما كانش مفيش مكان في الترولي بتاعنا، فبنفضيه عشان نعرف نحط حاجتنا. بصوا يا جماعه عايزه اوريكم الغطس. شوفوا الحاجات دي، ازاز ازاز طبعا دي مقاطعه، بس انا بقول لكم يعني طفولتنا. واحده بكام؟ 16 جنيه ونص، 16 جنيه ونص بدل 17 75. مش هنجيبها طبعا عشان دي يا جماعه مقاطعه اصلا مضره بالصحه. بندور يا جماعه من ساعتها على دي المخبوزات ومش لاقيين، في الاخر لقينا دي البيتزا. ففرحه بتقول لي هو ده نفسه؟ قلت لها هاتي. طب انا شايفاه من ساعتها، فانا داخل عليه بقالي كتير ولقيناه الحمد لله. اجيب رز بسمتي ده حلو يا جماعه، انا بجيبه حلو ده حسب سعره. ما هيش حاجه تغلى عليا. لا اجيب بطاطا. هم حاطين الصغير فوق الكبير تحت عشان ما اعرفش انقي. عليا بقى ورا بتنقي بصل يا جماعه. طلعت كل البصل اللي انا اشتريته وبتحط بداله. احنا خلصنا يا جماعه في الدور ده ونازلين بقى في الدور اللي تحت. ده المكان اللي بيبقى زحمه دايما، فلما تيجوا فتح الله تعالوا في المكان ده الاول، خلصوا حاجاتكم وبعدين انزلوا تحت بقى على رواقه. بس لو في حاجه متلجه، لو دي حاجه متلجه مش هتقف في الاخر. نعم. فرحه بتقولي سلم عليها. بس ايدي سيبي ايدي. مع السلامه. باي باي. دخلت الجامعه ولسه عيله، والله دخلت الجامعه ولسه عيله. بصوا يا جماعه انا هنجيب دي 75 جنيه، لو لقيت حاجه احسن منها هجيبها. هي دي اللي حلوه. البتاع دي اختراع يعني عشان تحطوها على البوتاجاز كده وما توسخش
هي تحط عليها المعالق. عارفين بكام؟ 7 جنيه. اجيب لهم ايه بقى؟ افكر اجيب اللون ده ولا اجيب البيبي بلو. هو ده بيبي بلو ده عشان لما تحطي عليه الميه، الحاجات المعالق عشان تشدها. بصراحه يا جماعه ما عجبتنيش فما جبتهاش. بصوا يا جماعه اللبانه دي عجباني قوي، شكلها عاجبني. بس مش هجيبها. هجيب السلك ده يا جماعه ده 20 جنيه. دي احلى حاجه انا اشتريتها، دي اخر حاجه تعمليها عشان هتتفعص اصلا. دي احلى حاجه انا اشتريتها، دي اكل القطط. يا جماعه احنا خلصنا مستنيين الراجل يجي ياخدنا. هنستنى 5 دقايق يا جماعه ونروح، الراجل زمانه جاي لنا صراحه. روحنا البيت الحمد لله، وتعالوا بقى اوريكم المشتريات بتاعتنا. يلا بينا. مشترياتنا من السوبر ماركت بعد ما رجعنا من السوبر ماركت. اول حاجه طبعا اهم حاجه في الدنيا دي كلها اكل القطط. جبنا اكل القطط اللي هي حاجات الشهر. وراح عايزين نصور حاجات بسرعه عشان تحضر لنا الفطار. عيش باجت، بس ده مش باجت خالص. شايفين؟ هاتي بسرعه، هاتي عليه. طالع يشوف اكله وعارف اكله. هاتي بقى عليه كده. ايوه هو معوج بس مش مشكله. جابت عيش باجت، بس ده مش باجت خالص يعني. اطلع ايش تاني؟ عيش ده جابت عيش ده برضو، وجابت عيش توست بس عشان هقول لكم حاجه عليه. ده كل ده عيش يا بنتي، وجايب خلاص مالناش دعوه بالعيش. هي عايزه تعمل فطار، خدي العيش. هتاكل ده ولا العيش تاني؟ اي حاجه، انا بس عايزه اصور. عايزه حاجه ايوه الكيس ده كله. الكيس ده كله؟ طب خدي، هتحضري لي الفطار من الكيس ده كله. جايبه جبن وبتاع. خلينا انا بقى في الحاجات دي. ايه ده؟ دي اهم حاجه انا جبتها النهارده، اهم حاجه واحلى حاجه. سمير وعيسى مش عارفه اصور. دي سكينه بكام يا ربي؟ ب 75 جنيه. وجبت بصل، البصل ب 12 جنيه كيلو. جبت ده ب 15 جنيه تقريبا اللي هي الكيلو. فقطات عشان اعمل لكم منها وصفه حلوه قوي قوي. ايه تاني؟ لا دي بقى دي مناديل وحاجات. لا اكياس بيطلعوا عليها. دي مكرونه دي يا جماعه مكرونه، كيلو مكرونه ده ب 24 جنيه. فرح بقى جايبه لي مكرونه ثانيه ال 400 جرام ب 24 جنيه. زي دي مثلا ده 400 جرام ب 24 جنيه، انما دي لميتنا الكيلو ب 24 جنيه. مش عارفه الفرق ايه. جايبه بتاعه ودان، اللي احنا عايزينها. بس ده بقى انا ما بحبش اشتري اصلا، اللي هو 3 في 1. وطبعا ده الفرح. انا بصور يا ولاد. بصراحه دي احلى حاجه انا جبتها. طبعا الفرع اللي اشترت اللمامه دي ب 35 جنيه. كل شهر والتاني تقوم راميه واحده وتجيب لنا دي. وجبت ايه تاني؟ اوكسي للمواعين. ودي جبت صابونتين وليمون. جبت صابونتين. دي بتاعت فرح، ودي ليا لايديا. جايب واحد صغير عشان ابقى اخده وانا نازله. ايه تاني؟ دي يا جماعه بتنفعنا قوي. فرح بعتت اشترت من سوبر ماركت جنبنا واحده، يعني عايزه اقول لكم السمك بتاعها اعرض من 2 وتخينه جدا وجامده وبتوجع لي ايديا. وجبت اكياس للزباله اللي هي روز جاردن. ودي شعريه لسان عصفور، لا شعريه شعر عشان
إيه، رز بشعريه. وفرحه جايبه لي بتقول انا جايبه ده ب 35 جنيه روز جاردن، اول مره نجربه مش عارفه عامل ازاي، مش عارفه اعمل ازاي. كورن فليكس ومكرونه عشان فرح بتحب المكرونات قوي. جبت دايما انتوا شفتوني انا بشتريه، قلت لكم ب 20 جنيه. اهو عليه 20 جنيه. هي جايبه لي واحد ونور واحد وليها واحد، فانا هاخد واحد بتاع نور اهو، بس انا مش عارفه بتاعي فين. ده يا جماعه ورق فويل روز جاردن برضو 20 متر وما كانش غالي قوي، بس انا مش فاكره بحاجه و60 جنيه تقريبا. جايبين مكرونه، في كل كيس هتلاقوا فيه مكرونه. فراح جايبه مايونيز وكاتشب ومكرونه ومكرونه ومكرونه، مش عارفه دي صوتها زي صدف كده، والله صوتها صدف. ودي شعريه لسان عصفور، ودي اللي انا كنت دايخه عليه. انا كركبت الدنيا. جبت اكياس ثلاجه لاني ما عنديش. اما فرحه بقى تعمل لنا فطار هوريكم الفطار. جايبه دي عشان اعمل لكم يعني وصفه تحفه قوي، تحفه قوي قوي. هفطر واطلع معاكم لايف. ومناديل برضو روز جاردن، على فكره منتجاتهم معظمها يعني في اللي انا جربته حلوه، ما عدا المكرونه بتاعتهم مش عجباني قوي. وروز جاردن ده تبع فتحه. وجبنا مناديل كمان للحمام، ده اللبان بتاعي. بس انا كده خلصت، مش قادره بقى اشيل حاجه، يا دوب هجهز ان انا افطر وبعدين اطلع معاكم لايف على القناه الكبيره. فانتوا طبعا الفيديو ده هينزل لكم بالليل، فلو ما شفتوش اللايف بتاع الصبح على القناه الكبيره ادخلوا بقى شوفوا. تمام، يلا باي باي، بحبكم جدا، وعقبال كل مره تيجوا معايا السوبر ماركت ونشوف احنا هنشتري ايه بتاعنا ان شاء الله. فرح عامله لنا فطار تحفه، وعامله لنا كمان زبادي بالفاكهه. عامله لي ايه يا فرح؟ الله، عامله لنا فطار حلو قوي. زي ما نفطر كده. تسلم ايديك يا فروح. مش صاحي ازاي ده جميل اهو، بصي حتى. شوفي يا فرح. كنت بحط دي النار كان فيها جبنه. خلصت. دي جبنه ايه؟ لا دي ما تشدش ليه؟ معملش نفسي من الكبير ده، مش عايزه. يوم جمعه على فكره اعمل كل يوم اصلا، بس هعمل لكم الفطار دي كل يوم جمعه عشان نقدر نعمل. بصوا يا جماعه، فرح عامله لنا زبادي عامله لنا تفاح بالزبادي. كنت هحط لكم مربى بس ما حسيت. في حاجات كده مكتوب عليها ايس سبانيش لاتيه كده بتتكسر. لا لا اللي فوق. نحط ميه ساعه بس، هنجربه بالليل. كمان شهر كده ولا حاجه مش هنعرف نشرب ده عشان متلج. هعمل لك بقى حاجه سخنه. في تلج سخن.